السلام عليكم، أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. في الفيديو ده هقول لكم سريعا إن إمكانياتك، السكيلز بتاعتك اللي أنت شغال بيها في مصر، تحديدا في مجال الفنادق، المجال اللي أنا عارفه اللي أنا دارسه، يأهلك إن أنت تشتغل في الإمارات أو في الخليج عامة. أنا بشتغل هنا بقالي شهر مثلا، لسه جاي البلد قريب، بس اكتشفت إن إحنا كستاف مصري او كعماله مصريه، احنا في الهوسبيتاليتي مستوانا جميل جدا. السكيلز بتاعتنا قويه. لو هنقارن هنعمل كومبير بين الستاف في مصر او عامه الهوسبيتاليتي في مصر والهوسبيتاليتي هنا، احنا امكانياتنا افضل. انا حسيت ان احنا امكانياتنا افضل وان احنا اقوى. بالذات في حاجه تانية بتميزنا، اللغات. ان معظم المصريين اللي بيشتغلوا في شرم الشيخ او بيشتغلوا في الغردقه، اقل حاجه بيتكلم لغه تانية غير الانجليزي والعربي. يعني بيتكلم مثلا روسي، الماني، لو من شرم الشيخ هتلاقيه بيتكلم ايطالي، اسباني. ف... فاللغه برضو عامل كويس. الناس هنا بتتكلم انجليزي بس، حتى ما بتتكلمش عربي. يعني لو في عرب بيشتغلوا معاك على الريسبشن، هتلاقيهم بيتكلموا مثلا، هتلاقي ده عربي وانجليزي، لكن الباقي بقى هتلاقيه بقى من اوزبكستان، كازاخستان، مش عارف ايه. آه، آه، الدول الافريقيا اللي هي اوغندا، كينيا. ف مفيش عربي مفيش لغه قويه. هتلاقيه بيتكلم مثلا لغه افريقيه زي كينيا او كده. هو اصلا مفيش جيست من كينيا بيجي، هو الجيست اللي بيجي الماني، روسي، انجليزي. يعني بيتحدث لغه من اللغات دول. آه، روسي، الماني، اسباني، ايطالي. فهو اللغه بتاعته ديت احنا مش محتاجينها هنا. ونسبه كبيره من الجست بيكون من الخليج، السعوديه، الاردن، عمان، العراق. فمحتاجين حد بيتكلم لغه عربيه، او اللغه الروسيه برضو بتبقى هنا من الحاجات المفيده جدا. يعني انا اللي بيميزني هنا في المكان في الاوتيل اللي انا بشتغل فيه، ان انا من اول يوم دخلت ان انا عامل ايه، اخد مثلا 80% من الجست، علشان خاطر هما بيتكلموا روسي. ودي يعتبر اللغة التانية عندي بعد الانجليزي. العربي ده انا بعتبره طبعا مش لغة، بس هنا بيعتبروه ان هو لغة. حتى انا مثلا بيدوني allowance، يعني بيدوني بدل على اللغة. يعني بيدوني مثلا حوالي 200 درهم على اللغة بتاعتي، ان انت بتتكلم لغة عربية، بس بيدوني allowance على لغه واحده. يعني انا مثلا بقول لهم، قلت لهم انا بتكلم الماني، بتكلم روسي، بتكلم انجليزي، بتكلم عربي. قالوا لي الانجليزي ده اللغه الاولى بتاعتك هنا، واللغه الثانيه اللي هو اللي انت هتاخد عليها allowance ان انت بتتكلمها اللغه العربيه. بالنسبه لينا احنا بقى كستاف بتاع الغردقه وبتاع شرم الشيخ في الريسبشن، لا انت قوي. انت بتتكلم انجليزي، بتوصل المعلومه، بتستقبل معلومه، ده هيشغلك. ما تخافش، ما تقولش بقى يعني ايه استنى اجي سوبرفايزر، استنى اجي شيفت ليدر، اجي مشرف. لا حبيب قلبي، يعني ماكسيمم، مش ماكسيمم ومينيمم في نفس الوقت. يعني ماكسيمم عشان ما تضيعش وقت، ومينيمم عشان يقبلوك هنا سنة واحدة. اشتغل سنة واحدة في مصر، ظبط نفسك في اللغة والسكيلز بتاعتك على السيستم بتاع الأوبرا. في الناس اللي ما اشتغلتش في الريسبشن قبل كده، يعني في حاجه اسمها سيستم، اللي هو البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه، بنعمل تشيك ان للغرف، تسجيل الدخول، تسجيل المغادره. من البرامج اللي هي يعني البرامج قويه جدا على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر مثلا والامارات. برنامج انترناشونال اسمه اوبرا سيستم. فده احنا بنشتغل بيه في الامارات، انا كنت شغال بيه في مصر. لما جيت هنا لقيت الفيرجن فيه اختلاف بسيط، بس انا عندي البيزكس، انا عارف ان البرنامج ده بيشتغل ازاي. فلما تيجي هنا، انا طلعت على الديسك. عندنا في مصر حاجه حلوه، ان مثلا انت اول ما بتدخل مكان، بيعلموك من الالف للياء، من A to Z. مش هيسيبوك يعني واقف كده على الديسك مش فاهم حاجه. هيعرفك من اول الباسكت، سوري، الباسكت بتاع الجاربش بتاع الزباله في الديسك فين،
لحد المفتاح، لحد مثلا الحاجات الركات اللي بنفايل فيها الاوراق بتاعتنا، كل الكلام ده. هنا انا جيت طلعت على الديسك، قالوا لي اعمل تشيك ان حبيب قلبي. اعمل تشيك ان وتشيك اوت. يا جماعه انا لسه مش معايا سيستم، فهم هنا بيعتمدوا عليك اعتماد كلي، او بمعنى صح مش هيعلموك. وانت بتبقى في فتره اختبار 3 شهور. انا الحمد لله عندي خبره كويسه، انا جاي هنا ايجنت لسه، بس انا كنت اولموست سوبرفايزر في مصر، فانا عطلت نفسي. فانت ما تعملش زيي، ابدا، سافر. يعني انا من الناس اللي مثلا هشجعك جدا واقول لك ان الباسبور المصري مش هياكلك عيش بنص جنيه. ابدا وتوكل على الله، مش هتحتاج فلوس كتير وهتشتغل بسرعه ان شاء الله. انا عملت انترفيو واحد رفضته، انا اللي رفضته. الانترفيو التاني قابلت فيه في شركه كويسه، مش هقول شركه وحشه. في عيوب طبعا بالنسبه للاكل والسكن. الاكل هنا يعني مثلا الاكل عندنا في مصر في الفنادق، مش بالنسبه للجيست، انا ما بتكلمش على الجيست، انا بتكلم عليك انت كستاف كموظف. انت محتاج ايه؟ محتاج تاكل، محتاج تنام، محتاج انترنت، محتاج ترانسبورتيشن هنا احسن من مصر 100 مره. يعني هتلاقي باص هيوديك الشغل ويرجعك من الشغل وكل حاجه. يونيفورم برضه هتلاقي يونيفورم محترم، بدله محترمه. لو انت راجل شغال في ريسبشن فهتلاقي اهتمام. بس بالنسبه اكل وبنفيتس مثلا زي ايه؟ زي السكن. بس ارجع تاني واقول لك ان مثلا مش هنقارن البنفيتس بتاع هنا، المميزات بتاعت هنا باللي بتاعت مصر. يعني انت مثلا لو شغال في اوتيل في مصر، حبيب قلبي انت بتروح الشغل وترجع من الشغل وخلاص. هنا انا مثلا شغال في شركه، في اوتيل، يعني الاوتيل دوت تبع لشركه فيها فنادق كتير، اوتيلات كتير. انا عندي ديسكاونت 50% على الفود اند بافرج، المأكولات والمشروبات في الفنادق التانية اللي تبع نفس الشركة دي. يعني أنا ممكن أروح أي فندق آكل وأشرب وأظبط نفسي والحساب 1000 درهم، أقول لهم لا أنا هدفع 500 بس، أنا عندي ديسكاونت 50%. في طبعا شركات كتيرة بتعمل كده، أكور اللي هي مثلا فيها موفنبيك، هيلتون برضو في الكلام دوت، شيراتون، روتانا. الموضوع ده كويس. حاجه تانية مثلا الشركه بتاعتي انا ممكن اروح اقعد في اي اوتيل طبعا نفس الشركه، ادفع في الليله 150 درهم. يعني ممكن الليله تكون ب 1000 درهم، انا ادفع 150. ومش في الامارات بس، يعني انا ممكن اروح مصر. يعني مثلا مصر الشركه بتاعتي ليها فنادق في شرم الشيخ، انزل شرم الشيخ اقعد في اي فندق برنس، ادفع 150 درهم. دول مثلا مش عارف الريت في مصر هيطلع 2000 جنيه ولا حاجه، بالنسبه لحد شغال هنا هيبقى الموضوع تافه. عشان اي فندق في مصر 5 نجوم الليله هتبقى فيه مثلا 5000 جنيه، فانا ليا ديسكاونت يعتبر اعلى من 50%. ان شاء الله هقول لكم على معلومات كتير عن الشغل في الفنادق. بس نصيحتي بتاعت الفيديو دوت ان انا بقول لك سافر. الباسبور المصري هيعمل لك حاجه واحده، انه يعطلك في حياتك، وهتبقى انت ما عملتش اي حاجه، ولا منك عملت فلوس، ولا منك اتمتعت بحياتك. سافر حبيب قلبي. حبايب قلبي سافروا، ما تقعدوش. انت مش شجره بالمصري، يعني انت عندك رجلين وعندك دماغ. فكر، اعمل فلوس. مش هقول لك هتسافر ببلاش، هتصرف فلوس. يعني مثلا انا صرفت مبلغ كبير، حسيت ان انا هنا قبل ما اشتغل انا ضيعت كل اللي عملته. بس انا ان شاء الله يعني مثلا 3-4 شهور الفلوس اللي انا حوشتها في 4-5 سنين في مصر انا هجيبها هنا في 4-5 شهور. فانت لو سنجل سافر، لو ما عندكش حد وراك سافر، يعني ما تقعدش. وبرضه لو مرتبط او متجوز او عندك اطفال واهلك، يعني المدام بتاعتك اطفالك، انت مستعد ان انت مثلا تبعد عنهم سنة، سافر مفيش مشكلة. تبعد وبهاتهم زيارات. لكن تفتكر ان انت تجيبهم هنا في الامارات يقعدوا معاك، لا، الموضوع ده صعب. وما تحاولش تاخد الخطوة دي وتخسر شغلك في مصر على امل ان انت تعمل كده. اتمنى لكم كل التوفيق، مش هطول عليكم. والسلوجان بتاعنا، الشعار بتاعنا
علشان انا ما اقدرش استغنى عنه، اللي هو ايه؟ العريش تسلم وتعيش. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم التوفيق. مع السلامه.